فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. مع الدرس الثالث أحبابي طلاب الصف الثاني الإعدادي. أحبابي يعني لو مش موجود فتبقوا أحباب من غير بي، أحباب بابا بقى، أحباب ماما، أيا كان. فأحبابي طلاب الصف الثاني الإعدادي مع درس مجموعة الأعداد الحقيقية، والرمز بتاعها برافو الحاء. لما احنا يا مستر عرفنا ان في أعداد نسبية وأعداد غير نسبية، فلما حبيت أجمعهم مع بعض أعمل لهم اتحاد، فكانت دي حقيقة لازم تحصل. فالأعداد الحقيقية عبارة عن نون اتحاد النون شرط. الحاء في حد ذاتها ممكن أقسمها لأعداد حقيقية موجبة وأعداد حقيقية سالبة، وكمان رقم كده في النص ليس موجب وليس سالب. الأعداد الحقيقية لو أخدت منها النون شرطة تروح معاها مشوار فهيتبقى النون بس في البيت، ولو أخدت منها النون فهيتبقى بس برافو النون شرطة. عرفنا كمان من المرات اللي فاتت ان نون تقاطع النون شرطة ده بيديني فاي، وكمان الحاء موجب تقاطع الحاء سالب بيديني فاي. مفيش حاجة مشتركة بين الأعداد الحقيقية الموجبة والأعداد الحقيقية السالبة. أما الأعداد الحقيقية الموجبة اتحاد الحقيقية السالبة بتديني مصطلح جديد اسمه حاء ستار، واللي هو عبارة عن الأعداد الحقيقية كلها ما عدا الصفر. اللي فهم معايا المقدمة دي هو اللي دلوقتي حالا هيبدأ يحل معايا في الأمثلة اللي جاية. يلا يا شباب، معايا نون تقاطع النون شرطة برافو يديني فاي. أما الاتحاد حاء، التقاطع بين الحاء الموجبة والحاء السالبة برافو فاي. الحاء لو خدت النون فيتبقى لي نون شرطة، لو خدت النون شرطة يتبقى لي نون. طبعا لو عملت الحاء الموجبة والسالبة والصفر يديني برافو الحاء. السؤال اللي بعده رتب تصاعديا، ده من أمتع الأمثلة. طبعا انت يا مستر هم كلهم جذور ما عدا الاثنين دول، طب ما تيجي نحولهم جذور، يعني اخلي الثمانية دي عبارة عن جذر ال64، وكمان السبعة اخليها جذر ال49، ورتب تصاعديا يعني من الصغير للكبير. اصغر حاجة في دول هي جذر ال32، اكبر منها شوية يا مستر هي جذر برافو 45، اكبر شوية هي جذر ال49. ولكن خلي بالك ان هو في المثال مديلك 7 مش 49، فتنزل 7. اكبر منه شوية في الجذور بتاعتنا اللي بعد جذر 49 في اللي انت شايفه ده، طبعا هي جذر ال64 اللي هي بكم ب8، واخيرا جذر 68 جذر ال75. وبكده تكون انتهت فكرة رتب تصاعديا. هل في أفكار تانية يا مستر في الدرس؟ أيوه، الدرس ده واللي قبله كان فيه اوجد مجموعة الحل في حاء، أو يقول لي في نون أو في نون شرطة، ويديني مثال يقول لي مثلا 2 س تكعيب ناقص 5 بتساوي 245. ركز يا شباب في السؤال ده وازاي بحل السؤال بتاعي. اولا بتبدأ بالحد المطلق، تاني حاجة بتتخلص من المعامل، واخيرا بتتخلص من الأس في 3 خطوات: مطلق معامل أس. تعال بينا السالب 5 تروح الناحية التانية بالموجب، فيبقى يا مستر 2 س تكعيب دي بتساوي 250. برافو. عايز السل لوحديها اقسم على اللي جنبيها، فانا يا مستر هنا هقسم على الاثنين، فيبقى السين تكعيب بتساوي 250 على الاثنين برافو 125. يا مستر عايز اتخلص من الأس 3 يبقى بأخذ الجذر التكعيبي، ولو كانت أس 2 يبقى بأخذ الجذر التربيعي. فيا مستر خدت بالي ان كده السين بتساوي 5. برافو عليك، وكده انت وصلت الحل. اذا مجموعة الحل بتساوي 5. باقي أمثلة كتيرة وأفكار على مجموعات الحل، طبعا ده هتشوفها بإذن الله تعالى في المراجعات النهائية. أتمنى ولو كنت فوتك بجزء بسيط سريع عن المنهج بتاعك، بحيث لو حابب تراجع تبقى أنت عارف تلم المنهج في أقل من 5 دقايق لكل درس. أهم الأفكار بتاعة المجموعة العدد الحقيقية هم شوية دول، وياريت تاخدهم كده معاك سكرين شوت علشان الحاجات دي أكيد هتستخدمها.
اللي بعده أكمل أو رتب تصاعديا، وآخر حاجة مجموعة الحل. دايما خليك واثق في نفسك وفي معلوماتك، ودايما لا تخذل بابا ولا ماما في كل المجهودات اللي بيعملوها معاك، ودايما خليك متمسك في حلمك. أشوفك دايما على كل خير على قمة الهرم في تالتة إعداد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.